رضاه في الدنيا وفي الآخرة. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وتسمى رابعا سورة الزهراء الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هما ضمامتان تحاجان وتدفعان عن صاحبها نار جهنم فيكون من أهل رضوان الله يوم القيامة. الزهراوان الأولى البقرة، والثانية سورة آل عمران. اللهم انفعنا بسورة البقرة وانفعنا بسورة آل عمران، واجعلهما لنا إمامتان وقايتان لنا من نار جهنم يوم العرض عليك يا رب العالمين. وسميت أيضا خامسا بسورة الفسطاط. الفسطاط الخيمة، مركز الخيمة الذي يصون ما حوله ويقود كل جوانبه. والفسطاط الذي يمثل الحدائق الغناء التي تشرح النفوس وتهدأ بها القلوب. وسميت الفسطاط بالمدينة العامرة، فهي مدينة عامرة بكل أحكام الإسلام عقيدة من صور الإعجاز في سورة البقرة. شفنا الإعجاز في أسمائها وفوائده. طب الإعجاز في علم جديد من علوم كلمات ومفردات وحروف وجمل القرآن الكريم. علم جديد ربما لأول مرة تسمعه أو ربما سمعت عنه، ولكن يحتاج إلى شيء من البيان والتفصيل. وده من علوم القرآن ما عرفناهوش وما وصلناش له إلا لما بقى عندنا حاجة اسمها الحاسب الآلي أو عندنا الكمبيوتر وأدوات الحساب وعد الأرقام وعد الحروف. إعجاز في سورة البقرة أتوقف عنده اليوم لنأخذ ما فيه من دروس تربوية نقوم بها أنفسنا. إعجاز الكلمات، في حاجة اسمها إعجاز الكلمات المفردة أو الكلمات المنفردة. يعني يا سيدي كل سورة من 114 سورة من سور المصحف. كم سورة يا عم الحاج؟ 114 سورة. خلي بالك عشان تعلم أولادك. ال 114 سورة من أول الفتحة لحد سورة الناس، كل سورة منهم فيها كلمات. هذه الكلمات من كلمات اللغة لا توجد في أي سورة أخرى غير في ذات السورة دي. زي سورة الفتحة مثلا فيها كلمات مش موجودة لا في البقرة ولا في الناس ولا في أي سورة من 114 سورة. زي إيه يا سيدي اللي بتقراها 17 مرة في اليوم؟ عندك قول الله تبارك وتعالى في سورة الفاتحة، تجد قول الله تبارك وتعالى ملك. كلمة مالك بميم ألف في المصحف كله موجودة، إلا في سورة الفاتحة كلمة ملك اللي نقراها مالك يوم الدين دي الكلمة الوحيدة اللي في المصحف ما عليهاش ألف. طب ايه فايدة الفرق بين مالك يوم الدين وملك؟ واشمعنى في السورة دي سورة الفاتحة ملك مكتوبة لوحدها ميم لام كاف على طول من غير ألف؟ امسك كده افتح المصحف وبص تأمل في الرقة. ده اسمه إعجاز بقى.
جديد، موضوع تاني جديد. اعجاز رسم المصحف، الكتابه بتاعته فيها اعجاز. طب ليه الصحابه كتبوها ملك مع انهم حافظينها مالك يوم الدين؟ ليه كتبوها دي وحافظينها وبيقروها مالك يوم الدين؟ قال لك اعجاز يدل على قوه العقيده. طب فرقت ايه مالك من ملك؟ قال لك لو كتبوها مالك بميم الف ولا يعلوه اي شيء، مفيش حاجه تعلو على الله عز وجل، عشان كده تبقى ملك من غير الف. يا سلام يا سلام، شوف الادب، هذا اعجاز الرسم القراني. كلمه اياك دي مش موجوده غير في سوره الفاتحه مرتين، اياك نعبد واياك نستعين، مش موجوده اياك دي زي في الاعراف. لكن نستعين لا توجد الا كلمه نستعين الا في سوره الفاتحه كتحقيق الاستعانه لله وحده، فلا يطلب احد الا من الله وحده في النفع والضر جل جلاله. وعندك كلمه برضه صراط من غير الف، الوحيده اللي موجوده في سوره الفاتحه بهذا الرسم، ده اعجاز الرسم القراني، لانها تمثل شريعه الله، وشريعه الله واحده. وكلمه المغضوب عليه، ما دام ربنا استخدم الكلمات دي في السوره دي يبقى لها معنى المقصود واحدة، رب العالمين بيقولها لنا كلمة واحدة، يبقى لازم ناخد منها العبرة والعظة ونستفيد منها في تربية أنفسنا. من بين الكلمات، قبل ما أقول الكلمات هقول آية في القرآن في سورة المسلمين تبارك وتعالى في أول أمر خطابا للناس كافة، يأتي في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. احفظ الكلمتين دول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم برضه لكم ده كله لكم. طب مطلوب يا رب يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ولم يرد في القرآن الكريم في 114 سورة أمر بيا أيها الناس اعبدوا ربكم. يجي يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، ماشي، لكن اعبدوا ربكم